السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم مشوك جزائري بمكونات اقتصادية، وفي كل بيت يوجد في كل عيد أو مناسبات أو أفراح. هذا مشوك بمكونات بزاف اقتصادية، تقدر هو اقتصادي، تقدر كل عائلة ديرو، ما فيه والو، فيه دي زاكريتيون موجودين في كل بيت. اي نبداو الوصفه. نديرو 250 غرام، 250 غرام زبده دائبه، تكون صول ولا تكون واش حبيتو. انا درت الفلوريال. ونديرو كاس سكر كلاص، كاس مقدار الكاس سكر كلاص، لازم تنخليه ولا تخلي له الهواء باسكو يكونوا فيه لي غرومون. ديري كاس، مقدار الكاس 220 غرام. ديري بهذاك الكاس اللي درتي به سكر كلاص كيما راكي تشوفي. نحي كاع لي غرومون، لازم تنحيهم هكذا باسكو كي يدخل له السكر كلاص، كي يدخل له الهواء يولي فيه تكتلات. فوالا. ومن بعد فوالا حتى تدخلي له الهواء باش تجي حلوه تاعك هشيشه وبنينه. من بعد هكذا حتى كي تنحي هذوك التكتلات. فوالا. وقعدي خدميها حتى تولي اون بوماد. فوالا، خدميها بيديك، ما تخدميها ديريها بيديك حتى تولي اون بوماد كيما راكي تشوفي. راني نخدم كلش قدامكم باش نوريكم ما نحيت حتى حاجه، كلش راهو قدامكم. وبعد نديرو 3 صفار بيض، راني نعاود نديرو 3 صفار بيضه، والبياض نخلوهم بعدا نغوبي به. دوكا 3 صفار بيض ونكملو. فوالا، ونكملو نخدموها بيدينا. هاد الكاطو يجي واش نقولكم، هاد المشوك يجي تحفة، يجي هايل، يجي بنين، يجي خارق والله العظيم. كي تسيوه ورجعوا لي الخبر، ماذا بيا تكتبوا لي في لي ميساج كيفاش خرج. وبعدين نديرو مغرفة مبشور الليمون وتقعدي تخلطي كيما راكي تخلطي هكذايا. ومع ديري كاس مكسرات، حبيتي ديري كاس لوز محمص، او ديري كاس كاوكاو، واش عندك المقدور اللي عندك في الدار، او ديري كاس جوز كيما حبيتي. انا درتو بكاس مكسرات، خلطت له كامل، جا هايل كيما راكي تشوفي. ونديرو مغرفه لافاني ونقعدو نخلطو، ما نحبسوش من التخليط حتى كي نكملو نلموه كامل، باسكو هو يحب هكذايا باش يجيكم كريمي، يجيكم الداخل مفتت بنين كيما راكي تشوفي. وديري له قعدي تخدميه بيدك اون بوماد، تخدميه ما تحبسيش. بعدا تبداي فوالا كيما راكي تشوفي. بعدا تبداي ديري هاد المشوك يشد لك 3 كيسان، سا ديبون كل واحد كيفاش. انا نشد لي 3 كيسان تاع 220 غرام من الفارينه، 3 كيسان حتى 3 كيسان ونص، سا ديبون. ولازم تخلوه طري، ما لازمش تنشفوه كامل، يجيكم يابس. كي تخلوه طري يجيكم يتفتت. وديروا مغرفه تاع لا ليفور شيميك، مغرفه برك، مغرفه صغيره تاع لا ليفور شيميك. هذا ما كان، هذا واش فيه. وكملي لميه هذا كاس تاني، كملي لميه كاس ثالث، يشد لكم حتى 3 ونصف. راني نقول وراني نعاود باش تلحق لكم المعلومة. فوالا هكذا. وقعدي تلمي فيه، ما تحبسيش، لميه 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 بيدك باش تحسي باللي القوام تاع لاباط باش تشد لك مليح. القوام تاعها تحسيه بيديك، لازم بيديك، ما ديري ني بغوبو ني بوالو، بيديك. ولازم يكون ما ديريهش دوك نوريلكم القوام، ديريه طري ماشي يابس، ويجي طري حتى يتلم لك بيان ويجيك طري. فوالا. بعد ما هكا راني دوكا نوزن الحبات 30 غرام، لازم يكونوا 30 غرام بالميزان، 30 غرام كيما راكي تشوفي. ديريه يخرج لكم حوالي 27 حتى سا ديبون 30 حبه. جوزيها في هذاك البياض بيضه، وهذاك البياض ديري له شويه لا فاني،
وتجوزيها فوالا، وحكمي المكسرات، حبيتي ديري اللوز والجوز وبيستاش وديري كيما حبيتي انغوبيه فيها، قطعيه ريحيه مويان ماغتين ما رقيق، مويان كيما راكي تشوفيه، ودوريه وحطيه في لي كيسات تاع مختصين، هاد لي كيسات نطيبو فيهم المشوك، هما يجو شويه صحاح يتباعوا في المحلات، فوالا تحطيهم في لي كيسات وقعدي هكذايا انغوبيهم. انا خلطت فيهم اللوز كاوكاو، تخلطي فيهم واش حبيتي، لوز كاوكاو، ولا حبك عندك بيستاش ديري لهم بيستاش كيما حبيتي، حطيهم في سنيوتك، ومن بعد حكمي بالصباع الصغير تاعك، او كاين آلات تاني راهي تتباع في المحلات فيها دويرات تاع الحلوى، ولا صباعك الصغير راني نوري لكم واش كاينه موجود في البيت، تقبيه هكذايا، تقبيه وحطيه في الفوغ يطيب، شعلي له من تحت يطيب على 180 درجه، عسيلو الا كان فونتيلي شعلي له من تحت ومن الفوق، هاوليك كيخرج تحفه. وحكمي من بعد مغرفه عسل، ما وريت لكمش، عسليه بالمغرفه عسل هكذايا، بدلي له لاكيسات كيما راكي تشوفيه، يخرج بزاف بنين وطري ويخرج تحفه. وش نقول لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.